روينا نايضة هاد الايام في مجلس الامم المتحده بخصوص الصحراء المغربيه اللي خلى ممثل الجزائر في هاد المجلس يبقى غير كيشوف وما بقى عارف اش يقدم ولا وخا، من بعد ما شاف اغلب الدول في هاد المجلس كلهم كياكدوا الاعتراف ديالهم الشامل بمغربيه الصحراء. وهنا بطبيعه الحال كنهضر على سلطنه عمان والاردن والامارات الشقيقه اللي بسبب الموقف ديالها الثابت والمؤيد للصحراء المغربيه، وبالضبط في هاد المجلس اللي تعقد في الامم المتحده الامارات بسبب هادشي تعرضت لواحد الموقف جد محرج من طرف الجزائر، واللي هو صراحه اصلا ماشي تا موقف محرج وانما موقف سبياني من طرف الجزائر، بحيث من بعد ما ايدات الامارات بشكل قوي سياده المغرب على صحرائه المغربيه وطلبات باش يكون حل فوري في هذه القضيه، الجزائر بطبيعه الحال ما عجبهاش الحال وتقلقات. هذا الخبر العاجل والخطير ايضا، نظام الجزائر يعلن عن طرد السفير الاماراتي ويمهله 48 ساعه لمغادره الجزائر. سلطنه عمان كتجدد الموقف ديالها الثابت تجاه الصحراء المغربيه والعلاقه القويه اللي كتجمعها مع المغرب. اهميه الشراكه الاستراتيجيه الخاصه بين مجلس التعاون والمملكة المغربية وقراراتها الثابتة الداعمة لمغربية الصحراء. أما المملكة الأردنية كتأكد أيضا التعاون ديالها الشامل ديال المغرب للسيادة على صحرائه المغربية. وجاء تدشين القنصلية العامة للمملكة الأردنية الهاشمية في مدينة العيون المغربية تأكيدا على الموقف الأردني الثابت في دعم وحدة أراضي المملكة المغربية الشقيقة. وما نساوش أيضا الإمارات الشقيقة اللي بينت على الدعم ديالها الكامل للمغرب في الحكم الذاتي للمغرب على صحرائه المغربية واللي تقدم به المغرب سنة 2007. وتجدد دولة الإمارات دعمها الكامل للمملكة المغربية الشقيقة في الإجراءات التي تتخذها ومنها سيادتها على سائر منطقة الصحراء المغربية. كل هادشي اللي سمعتي كامل الجزائر ما عجبهاش، وقالت بان الصحراء المغربيه والناس اللي عايشين في هذه المناطق مازال ما اختاروش المصير ديالهم، والمضحك هو انه قالت غتبقى تدعم وتجاهد حتى زعما هذه المناطق الجنوبيه تقرر المصير ديالها. انا اللي جاني غريب هو انه دخل الجزائر اصلا في المعمعه. ولكن طالما ان شعب الصحراء لم يختار مصيره فان الجزائر سوف تواصل تقديم الدعم في تقرير المصير. شيء اللي خلى عمر هلال ممثل المغرب في الامم المتحده يعطيه كما كنقولوا خو جوابه ويأكد ليه ان الناس اللي ساكنين في المناطق الجنوبيه عايشين عيشه احسن من الناس اللي ساكنين في الجزائر. Les régions aussi bien l'Aïoun que Dakhla sont plus développées que les régions algériennes qui sont indépendantes depuis plus de 60 ans. شنو غادي دير بنظرك الجزائر من بعد ما تعرضت لهذا الهجوم ما بقات عارفه ما دير والو؟ مرحبا بكم في هذا الفيديو عند خوكم الزعيم، وغادي تشوف اخبار حصريه بشكل يومي. مجلس الامم المتحده اللي تعقد مؤخرا واللي القضيه البارزه فيه واللي هي الصحراء المغربيه طراو فيه الكثير وكثير من الاشياء اللي صدموا الجزائر، واللي اولهم المملكه الاردنيه اللي اكدت على موقفها الثابت تجاه مغربيه الصحراء. وجاء تدشين القنصلية العامة للمملكة الأردنية الهاشمية في مدينة العيون المغربية تأكيدا على الموقف الأردني الثابت في دعم وحدة أراضي المملكة المغربية الشقيقة من أجل التوصل لحل لقضية الصحراء المغربية. حيث المملكة الأردنية أكدت أيضا أنه خاص يكون حكم ذاتي للمغرب على صحرائه تماشيا بطبيعة الحال مع ميثاق الأمم المتحدة. كما نثمن عاليا مبادرة الحكم الذاتي والتي تجسد الحل العملي والجدي لهذه القضية الأساسية، إذ تأخذ بعين الاعتبار سيادة المملكة المغربية على أراضيها ووحدة ترابها. ومن جهة أخرى التأكيد ديال سلطنة عمان على أنه خاص ضروري يتحل هذا النزاع ديال الصحراء المغربية، وضافت على أنه كل دول مجلس التعاون كدول الخليج كتأيد هذا الحل. تدعم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كافة الجهود المبذولة بما في ذلك تلك المبذولة من قبل المملكة المغربية الشقيقة والمجتمع الدولي للوصول إلى حل هذا النزاع الإقليمي. أما بالنسبة للإمارات الشقيقة اللي أكدت أن الافتتاح للقنصلية اللي دارتها في الصحراء المغربية كتبين وكترسخ حاجة واحدة، هو تشبت الإمارات بسيادة المغرب على صحرائه المغربية. إن قيام دولة الإمارات بافتتاح قنصلية عامة لها في الصحراء المغربية على غرار بلدان أخرى ما هو إلا ترجمة لإيمان بلادي الراسخ بسيادة المملكة المغربية للصحراء والتشديد على عدم المساس بوحدتها الترابية. حيث قالت ايضا واحد الكلام اللي مهم بزاف وهو عكس بالضبط ما قالت الجزائر، واللي هو ان الامارات كتشيد بالجهود ديال المغرب لتحسين معيشه سكان الصحراء المغربيه. ونشيد بالجهود الحثيثه التي تبذلها المغرب لتحسين مستوى معيشه سكان الصحراء المغربيه والمساهمه في رفع مؤشرات التنميه البشريه في هذه المنطقه في اطار النموذج التنموي الجديد للصحراء المغربيه. وهذا الشيء هو عكس تماما ما كتقول الجزائر، واللي خلاها بطبيعه الحال انها تكعى على الامارات. نظام الجزائر يعلن عن طرد السفير الاماراتي ويمهله 48 ساعه لمغادره الجزائر.
حيت الجزائر كما كنعرفوا جميع هي دائما كتقلب على ديك الفجوه الصغيره منين جبد بها المغرب. واي دوله كما غتكونوا لاحظتوا كتهضر مزيان على المغرب فالجزائر خاص تعرف 100% بلي غتقلق عليها، الشيء اللي خلى بطبيعه الحال الجزائر في هذا المجلس ما تفوتش الفرصه وتقول ان الاقتصاد في المناطق الجنوبيه هو جد متدهور والناس اللي عايشين في الصحراء المغربيه ما عايشينش مزيان. هادشي اللي خلى عمر هلال ممثل المغرب في الولايات المتحده يرد على الادعاءات بطريقه فيها مفخره للمغرب. Les régions aussi bien d'Ayoun que d'Dakhla sont plus développées que les régions algériennes qui sont indépendantes depuis plus de 60 ans. باش زاد كمل عمر هلال هو انه زاد قصف الجزائر في هذا المجلس، يعني امام العالم كامل، والقصف اللي داروا ليهم ما كانوش بتاتا تتخيلوه. Populations ne font pas la queue pour la farine. La population ne fait pas la queue pour acheter des bananes. ايضا عمر هلال دوا حتى على الحريه وبالضبط في الصحراء المغربيه اللي الجزائر من ديما كتدعي وكتقول بان الحريه في المناطق الجنوبيه هي مقموعه، الشيء اللي خلى عمر هلال يرد على هذه المساله ويكون الرد ديالو في محله وفي المستوى. Faire des déclarations à la presse, même à la presse algérienne, à la télévision algérienne, sans être gêné ni préoccupé. La population participe à la vie politique. La population peut quitter le Maroc et revenir. الا كنتي مغربي خلي لي الراي المغربيه في لي كومونتير واعطيني الراي ديالك على هذا الموضوع.